السلام عليكم إخواني الكرام متتبعي قناة تربية دواجن أبو ريان، مرحبا بكم أينما كنتم. خوتي اليوم كما كتشوفوا الدجاج هو كيسرح. باش نقول لكم فائدة السرح، فهي فائدة مليحة بالنسبة للدجاج. يعني كل ما كانت واحد المساحة خالية تبقاو تلقوا فيها الدجاج ديالكم بشكل دوري كل نهار، يعني راه مزيانة ولو بضع ساعات في اليوم، لأنه مفيد لصحة الدجاج. كما أن الدجاج يكسر ذلك الروتين اليومي داخل الحوش. كما أن الدجاج يريد أن يريد كما تلاحظون الدجاج البلدي فهو يبحث وينقص عليكم حتى العلف، وكي ياكل أي حاجة لقاها تيحفر وتياكل، وبهذا الشيء هذا تكتسب المناعة ديالو. إلا كان الفلو صغير ومن الصغر وانت كتخرجو غادي يكتسب واحد المناعة كبيرة غير من خلال التغذية على داك الحشرات وداك الشيء اللي كياكل في الأرض. كذلك بزاف د الحوايج إخواني الكرام. بالنسبة للمساحة اللي خصها تكون عندكم خارج الحوش او لا خارج الكوري ديالكم اللي كديروا فيه الدجاج، ماشي مهم، ماشي مشكل. يعني والله ما لعمش ولا مرمش ولا لعمش كما تيقولوا، زعما والله ما بنادم يكون غير كيغمض عينيه ويسدهم ولا يكون ما كيحلهمش كاع فترة. لذلك اخواني الكرام، كل ما كانت المساحة قداش ما كانت مفيدة. كما كتشوفوا هنا انا داير ليه الكرياج، داير به كامل باش نتفادى ان الدجاج يخرج ليا على برا. اصلا الدجاج هذا دابا مولف عندي هنايا، وخا نطلقوه يمشي يخرج ما غاديش يخرج، ولا خرج وعيط ليه غادي يدخل. لذلك اخواني الكرام، يعني من الاحسن تراعيوا لهاد المساله هذه، وانه يكون عندكم واحد الحوش خارجي اللي تقدروا تبقاو تلقاو فيه الدجاج ديالكم. اخواني الكرام، هادو شفتهم سمحوا فيا مشاو كل واحد جالس ياكل، نساوني انا نعيط لهم تيش 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 كما كتشوفوا. تيجيو من جميع النواحي. ها هما الاصدقاء ديالي اخوانا الكرام، هادو هما الاصدقاء ديالي اليوميين. تندوز معاهم، كنغيب لا غبت غير نهار مثلا ولا هذا، تنجي خصني ضروري نجلس معاهم نشوفهم تيش 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 تيش. يعني اخواني الكرام، من الاحسن هنا داخلين للداخل، داخلين الكوري باش انهم ياكلوا. خاطيش بغا ياكلوا، يعني غير كنعيط لهم اون فوا تنعيط لهم يدخلوا، يعني بدون عناء بدون صداع بدون اي حاجه. لذلك اخواني الكرام، في الألفة بين الحيوان والمربي أيا كان، يعني لحسنتي ليه راه غادي يحسن ليك. يعني من الأفضل إخواني الكرام أن تكون داك الألفة ويكون داك الحب وداك التعايش بينك وبين داك الحيوان اللي انت معاه، باش الله كيسخر وكيجيب الله التيسير. يعني اما لا كنتي بالسبان والغواش وداك الشيء راك ما غاديش تكون عندك واحد النتيجة مزيان. من الأحسن تبدا بسم الله تبارك الله، تستغفر الله اثناء العمل ديالك، بزاف د الحوايج ديرهم باش ربي كيحضر لك البركه وكيجيب لك الله التيسير. اخواني الكرام، هذه غير كان نصيحه صغيره كنقدمها لكم وباش ما نغيبش عليكم، وصافي داكشي اللي كاين.